يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الكلام تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش تدعوا لابويا والامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهارده ان شاء الله صباح جديد ويوم جديد وروتين كله طاقه ايجابيه. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا ابدا ابدا، ولا تتحرموا مني ابدا ابدا ابدا. قولوا ان شاء الله. الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح بس معلش والله النور كان قاطع والجو كان حر حاجة فظيعة. اليوم ده كان حر جدا جدا، ما كنتش قادرة اقف في المطبخ والله يا ولاد. والله الحر كان فظيع، يعني حاسه ان الحر كده بيخنقني. ربنا يعدي اليومين دول على خير، لان بصراحه يعني الكهرباء والحر وكل حاجه عامله عمايلها معانا. فربنا يعدي اليومين دول على خير عشان نرجع نظبط تاني في الفيديوهات. ادي احنا بنحاول والله يا جماعه، والله بنحاول ننزل فيديوهات بالرغم اللي احنا فيه، برغم الحر وبرغم قطع الكهرباء. ادي احنا بنجتهد وبننزل فيديوهات، يعني ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب اللهم امين. وبعد كده يا ولاد طلعت بره، طلعت جبت سمك تونه اللي هي السمكه السفريته او السوارديه، لان في ناس بتسميها عندها كده، يعني كل بلد ولها اسم. يعني احنا هنا بنسميها تونه، وفي ناس بتسميها سوارديه، وفي ناس بتسميها سفريته. تمام. وبعد كده يا ولاد حودت بقى على المطعم، جبت طعميه وجبت مخلل وجبت كده ايه حاجات بسيطه عشان نعمل سندوتشات. انا بقى بحب السندوتش اللي هو طعميه على خيار على طماطم على مخلل، وكمان كان عندي لانشون، حطيت لانشون كمان. يعني احلى سندوتش تقدري تاكليه وتشبعي. انا هعمل 2 لابو ميدو لان ابو ميدو موجود، وهعمل ليا واحد. وطبعا ايه الواحد يعني اللي انا هعمله ليا طبعا اخفف في الطعميه، يعني احط 2 مع شويه بقى خيار مع شويه طماطم مع شويه مخلل مع حته لانشون، يعني ايه لخبطيطه كده عشان احس بطعمه. هو السندوتش ده بيبقى فظيع. وهعمل كمان نسكافيه 3 في 1، وان الله كان بالسر عليم، والحمد لله فضل ونعمه. ما حطيتش سكر في النسكافيه 3 في 1 عشان اساسا بيبقى مسكر. هو طبعا غلط في الرجيم، بس قلت قبل كده لما تاخدي 1 في الاسبوع او 2 مش هيأثر. تمام. عشان برضو لسه ما جبتش نسكافيه بليك، والله عايزه اجيبه بس يعني بنسى خالص. حطيت نص ميه ونص حليب، يعني مج لابوميدو بقى ومج ليا، وفطرنا والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا والحمد لله. كنت حاطه السمك ده في الميه عشان طبعا كان متلج عشان يفك، عشان اقدر اشويه تحت الشوايه في الفرن. النهارده يا جماعه هشوي السمك ده زي السمك البوري اللي انا كنت شويه معاكم من فيديوهين كده. ان شاء الله هنشويه تحت الشوايه بطريقه جميله. في ناس سالتني يا ميدو هو الشوي تحت الشوايه في فرن البوتاجاز ينفع في اي سمك؟ هو ينفع يا جماعه في اي سمك، بس السمك يكون كبير، لان طبعا لو صغير السمك هينشف منك، لان السمك الصغير ده عايز نار عاليه عشان ما ينشفش منك. غلفت السمك بالرده، وطبعا فرشت الصينيه ورق حراري عشان السمك ما يلزقش منك في الفرن. تمام. وطبعا الصينيه ما خدتش مني كل السمك. الدور ده لما يتشوي هطلعه واحط طبعا السمك التاني هغلفه بالرده واحطه عشان يتشوي. تمام. كل حاجه تمام. رجعنا تاني لكلمه تمام. اهم حاجه تكوني مولعه الفرن، يعني مسخناه ومشغله الشوايه بس. والشوايه طبعا بتكون على اعلى حاجه. بتحط الشوايه على تاني درجه من فوق على الشبكه، وبعد كده بتقفلي عليه، ولما السمك يحمر انت بتقلبيه الناحيه التانيه، وبعد كده بتدوري الصينيه كل شويه عشان النار تجيب السمك كله مره واحده. تعالوا بقى يا حلوين لما نعمل الدقه بتاعت السمك في الخلاط. حطيت طماطمايه كبيره وبصلايه كبيره وقرنين فلفل، وكمان حوالي 3 ليمونات او 4 على حسب ما انت عايزه. وحطيت كمان راس توم بقشرها لان السمك المشوي بيحب التوم بقشره. وحطيت شويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه وشويه بابريكا، وحطيت شويه ميه، وهوب على طول فرمت الدقه دي لان النور قطع على طول. يعني انا فرمت الدقه من هنا والنور قطع من هنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هفضل احاسبن كده لحد ما يدور النور. حسبي الله ونعم الوكيل. فرمت الدقه من هنا، وتعالوا بقى نبص على السمك. زي ما انتوا شايفين النور قطع طبعا، فانا بقلب السمك اهو الناحيه التانيه عشان يحمر. والله يا جماعه قطع الكهرباء ده مشكله، يعني موقف حالنا من جميع النواحي، يعني مش عارفين نشتغل ولا عارفين ننام ولا عارفين نقعد. حسبي الله ونعم الوكيل تاني. هو كده كل شويه حاسبين عليهم. طبعا حطيت الدقه هنا، يعني جت هنا في المكان ده عشان في نور شويه. حطيت الدقه وحطيت كمان معلقتين كبار من هرسه الفلفل اللي انا كنت عاملاها برده معاكم الفيديو اللي فات متهيالي. تمام. وبعد كده احط كمان حوالي معلقتين زيت كبار عشان الزيت ده بيدي لمعه للسمك، وكمان بيخلي القشره تطلع بسهوله على طول.
قلبت بقى الدقه الحلوه دي، وتعالوا بقى ايه نبص على السمك تاني. طبعا استنيت عشان الكهرباء تيجي واصور تصوير كويس او الاضاءه تكون كويسه، والله العظيم الكهرباء ما جت يا جماعه. اعمل ايه؟ اضطريت اصور كم مقطع في الضلمه عشان ما ينفعش ان انا ايه ااجل التصوير. طبعا السمك يا جماعه انا بصيت عليه تاني وكل شويه بقلب فيه عشان يعني ايه يحمر من جميع النواحي. ابو ميدو مسافر النهارده، وانتوا طبعا عارفين ان انا يعني ايه بعمل له كام اكله ياخدها معاه عشان طبعا تكفيه، لان هو بيطلع من الشغل متاخر فمش بيلحق يطبخ، فانا بحاول ان انا ايه اعمل له كام اكله يعني ايه تفضل عنده مده طويله. حطيت معلقه سمنه بلدي صغيره عشان اشوح اللحمه فيها. حطيت بقى اللحمه كده تتشوح، وبعد كده تعالوا ما نشوف السمك. طبعا يا جماعه السمك اللي احمر في الفرن انا طلعته وحطيته في الدقه على طول، وبعد كده طلعته في طبق كده وغطيه بورق حراري عشان يبقى طري. ما شاء الله السمك كبير وجميل وطري، ويعني الشوية بتاعته جميلة جدا. اهم حاجة يكون السمك كبير عشان ما ينشفش منك. يعني الشوي يا جماعة تحت الشواية في البوتاجاز محتاج سمك كبير عشان ما ينشفش. والسمك اللي بيحمر انا بطلعه احطه في الدقة واحطه في الطبق واغطيه، والسمك اللي محمرش طبعا لسه تحت الشواية في الفرن. تمام. بعد كده زودت اللحمة بقى مية سخنة، وحطيت بصلة كبيرة وطماطمتين وكمان شوية فلفل اسود وحبهان ورق لورا، والملح طبعا في الاخر لما اللحمه تستوي. هدي بقى عليها شويه عشان ايه تستوي على هادي. على فكره النور جه، يعني انا استنيت لحد برضو ما النور جه، يعني اشتغلت شويه واستنيت شويه. هنا يا جماعه كنت بعمل رز السمك اللي هو ايه السمك ايه يا مميدو انت علقت ولا ايه؟ اللي هو الرز الصياديه يا جماعه، الرز البني. حمرت بصله كبيره كده في شويه زيت لحد ما البصله غمقت شويه، وبعد كده حطيت الميه وحطيت رشه ملح ورشه قرفه وشويه كمون، والميه غليت وحطيت الرز. وبعد كده يا ولاد تعالوا بقى ايه بعد ما خلصت السمك كله ما شاء الله شويته وبليته في الدقه ما شاء الله طري وجميل وشويته حلوه قوي. تعالوا بقى اما نبص على الرز بتاعنا اللي هو رز الصياديه ما شاء الله عليه. على فكره انا كنت عاملاه برضو معاكم قريب قبل كده. الرز ما شاء الله جميل وكمان ريحته تحفه، يعني اعمليه بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبك. طبعا الطريقه دي معروفه. تعالوا بقى ايه ما نبص على اللحمه بتاعتنا ما شاء الله عليها استوت وبقت زي الفل. طالما دخلت على السوا او في السوا نحط بقى شويه ملح كده نملحها وغلوتين، وبعد كده نطفي عليها. يبقى انا كده جهزت اكلتين، عملت اللحمه وعملت السمك والرز. تعالوا بقى نعمل عصير. يعني انا بحب اعمله بقى في الصيف كده يا جماعه او في الحر، ازازه عصير ياخدها معاه يشربها بقى في الطريق، يشربها في العربيه، يشربها لما يروح هناك الشغل. يعني ايه بعمل له ازازه كبيره كده ايه تقضي شويه. انا هعمل له يعني عصير مانجا، هو طالب مانجا، وطبعا اي عصير موجود فراوله جوافه يعني الموجود مشي بيه وخلاص. لكن انتوا عارفين ان انا ايه مخزنه مانجا في الصيف اللي فات، فطبعا لسه موجوده عندي المانجا. طلعت دلوقتي يا جماعه بس المانجا السكري اللي هي ايه بتاعه الاكل دي لسه بتاعه التخزين بتبقى في الاخر بقى شويه. بعد كده حطيت العصير المانجا يا جماعه في الازازه. انا نقيت له ازازه او جبت له ازازه يعني بلاستيك عشان هو يعني بيرمي. حتى بحط له الاكل في الاكياس عشان هو ما بيحبش يشيل اطباق، لا هو عايز ياخد الاكل ويرمي الاكياس. تمام. طبعا انا حطيت المانجا مع شويه ميه مع شويه سكر وضربتهم في الخلاط وحطيتهم في الازازه، وحطيت الازازه في التلاجة على طول. وبعد كده تعالوا ما نعمل الزبادو بالمانجا برضو لينا، ده بقى لينا احنا هنشربها هنا دلوقتي نطر على قلبنا شويه الجو حر. قطعت منجتين حطيتهم في الخلاط، وحطيت علبتين زبادي، وحطيت كمان كيس فانيليا، وكمان حطيت حليب. حطيت كمان معلقتين عسل او 3 على حسب ما انتي عايزه، وتقدري تحطي سكر بديل للعسل يعني. وحطيت شويه لبن وشويه ميه، تقدري تحطي حليب خالص بس يعني عايزين نوفر في الحليب شويه، فحطيت كوبايتين ميه والباقي حليب. وضربت بقى الزبادو بالمانجا في الخلاط كويس جدا، بصراحه بيبقى تحفه. انا كنت عاملاه برضو قريب معاكم. تقدري تعملي زبادو بالجوافه بالفراوله بالخوخ بالمشمش، يعني بيبقى جميل. بس هنا احنا حابينه بالمانجا، بصراحه تحفه وجميل وبيطر على القلب كده، وبالذات لما يكون ساقع. انا عملته عشان بصراحه الجو نار والجو حر، والحاجات الفريش اللي زي دي بتبقى جميله قوي ايه في الحر. اتفضلوا بقى معانا، والله لا تتفضلوا يا جماعه، الف هنا على قلوبكم. تعالوا بقى اما نعمل الغدا بتاعنا. الاكل ده انا كنت عاملاه لابو ميدو هياخد منه، واحنا برضو هناخد منه بس حاجات بسيطه كده نقضي بها يوم ولا حاجه ولا يومين. الاكل اللي انا ايه عملته ده، لكن الاكل ده اللي انا هعمله دلوقتي ده غدانا يا جماعه. النهارده هنعمل النهارده فراخ محشيه جميله في الكيس الحراري. الفراخ اللي هي الصغيره الناشفه اللي هي كيلو 200 جرام
كيلو 300 جرام، بتبقى جميلة في الحشو، بتبقى تحفة. بشرت هنا بصلتين وبشرت كمان طماطمتين، وبعد كده نحط شوية ملح وزعتر وكمون وفلفل اسود وجنزبيل وكزبرة وبابريكا، وشوفي انت التوابل اللي انت حباها حطيها. بعد كده ايه، مش هينفع بالمعلقة خالص يا جماعة، طبعا هنزل بايدي هدعك التتبيلة دي كويس جدا. طبعا ايدينا مغسولة ونظيفة وزي الفل، احنا ايدينا في الطبيخ على طول. معايا فرختين، فرخة كبيرة شوية وفرخة صغيرة شوية، بس الفراخ دي ما تكملش كيلو ونص، تمام؟ يعني كيلو 400 او كيلو 300 في الحدود دي. بتبقى جميلة في الشوي، مغسولة كويس جدا ومنقوعة في ملح وليمون ودقيق يعني، وزي الفل، ومتصفية من المية. عشان الفراخ تبقى طعمها حلو في الحشو لازم تتبليها بالتتبيلة الحلوة دي عشان يكون طعمها جميل. وطبعا يا جماعة انا فاصلة الجلد عن اللحم من فوق ومن تحت عشان لما اجي احشي الرقبة واحشيها من جوه يعني ايه يكون سهل عليا، تمام؟ او تخلي الراجل او الست اللي بيجيب لك الفراخ او انت بتجيبي منه الفراخ يعمل لك يفصل لك اللحمة عن الجلد. بعد كده تبلت بقى الفراخ يا جماعه من جوه ومن بره يعني ايه، وخليتها تمام، وسبتها شويه في التتبيله لحد ايه ما حضرت رز الحشو بتاع الفراخ. بعد كده هروح عند البوتاجاز، حطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي او السمنه العاديه او الزيت زي ما انت حابه. بس يا محمد معلش يا جماعه، محمد قاعد جنبي ومش مريح شويه، هو بيكح، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. بعد كده قطعت بصله كده كبيره تقطيع صغير، وبشرت كمان طماطميه وشوحتهم كده مع بعض. والنار طبعا ما تكونش عاليه قوي، وتقلبي في الطماطم والبصل لحد ايه ما يتبل شويه. وبعد كده بكون غاسله كوبايه رز، كفايه كوبايه على الفرختين عشان انا مش بملي الفراخ قوي عشان يستووا كويس. وحطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود، كفايه فلفل اسود عشان رز الحشو بيبقى بس ايه محتاج او بيحب الفلفل الاسود بس يا جماعه. وقلبت كل الحاجات دي، شوحتها الاول، شوحت الرز الحلو ده. وبعد كده حطيت كوبايه ميه صغيره عشان انا عامله بس كوبايه رز، فانت طبعا لو انت عامله كميه كبيره انت بتزودي ميه. بعد كده قلبت بقى الرز وسبت الرز يشرب الميه، يعني ايه خد نص سوا. بس اهم حاجه تشوحي الرز بس في الاول شويه عشان التشويحه دي بتخلي الرز ما يعجنش. بعد كده لازم تسيب الرز يبرد شويه. احط بقى شويه كده في الطبق، طبعا مش هحط كل الرز عشان ايه اللي هيفيض هسويه شويه على النار والعيال بتاكله كده بيبقى جميل. وبعد كده همسك رقبه الفرخه من فوق وهحشيها، وهمسك برضو الفرخه من تحت وهحشيها. اهم حاجه ما تمليش الفرخه قوي عشان الرز ده يا جماعه بيزيد في السوى. والله يا جماعه الفراخ دي في الحشو بتبقى جميله، بتبقى ناشفه كده وجميله يعني، وبتبقى زي الفراخ البلدي او بتبقى زي الديوك البلدي في الطعم. وبالذات بقى حته الرقبه المحشيه اللي فوق دي بتبقى عامله زي الحمامه، او يعني ايه بتبقى عامله زي حته البطه كده ايه اللي هي المزغطه دي، بتبقى تحفه وجميله وطعمها والله يا جماعه يعني لا قبل ولا بعد. والفراخ الصغيره دي يا جماعه بتبقى في السعر اقل من الفراخ التانية، يعني مثلا لو الكيلو في الفراخ التانية ب70 انت دي بتجيبيها مثلا على 65 او ب60، لان الفراخ الصغيره بتبقى لها سعر والفراخ الكبيره بتبقى لها سعر، تمام؟ زي ما انتوا شايفين انا حشيت تحت الجلد، وطبعا ايه بططت كده ايه بطن الفرخه بايدي عشان الرز كله يتساوى في بطن الفرخه من جوه، يعني انا حشيت تحت الجلد وحشيت الفرخه من جوه. واهم حاجه ما تمليش الفراخ قوي زي ما قلت لك. خلاص كده تمام، حشيت الفرختين وجبت بقى الكيس الحراري اللي انا كنت شاويه فيه البطاطا الفيديو اللي فات. بس الكيس ده يا جماعه كبير، يعني الكيس ده ما شاء الله ياخد ديك رومي، ياخد بطايه كبيره ما شاء الله. انا احط فيه الفرختين. وطبعا يا جماعه انا ما خيطتش الفراخ، انا بس كتفتها لانها هعملها في الكيس الحراري. كان فايت شويه تتبيله حطيتهم كده مع الفراخ، وحطي كمان ورق لورا وحبهان. ولو حابه تحطي بقى بطاطس متقطعه، تحطي كوسه، تحطي طماطم، تحطي بصل، تقدري تحطي اي خضار مع الفراخ برضو ايه يتشوي، يعني مفيش اي مشكله. بعد كده هربط الكيس الحراري واقفله بالقفل. وطبعا انا يعني ايه بحاول اهوي كده ايه الكيس، يعني ما خلوهوش ملزق قوي على الفراخ عشان طبعا الفراخ ما تلزقش فيه. جبت صينيه وحطيت فيها الفراخ، وبعد كده جبت سكينه او عض يعني خله كده، وبعد كده ايه خرمت الكيس حوالي 5 تخرام او 6 عشان الكيس ما يفرقعش، يعني انا بنفس للكيس. واحط كمان حوالي كوبايتين ميه، واحط بقى الفراخ دي يا جماعه على الصاجه اللي تحت، تمام؟ على الصاجه على طول، والنار ما تكونش عاليه قوي، يعني تكون لا هاديه ولا عاليه، يعني تكون متوسطه. وبعد كده قفلت الفرن عليها. والفراخ عشان ناشفه صغيره خدت مني ساعه ونص في الفرن. واقفلها عليها باب الفرن عشان طبعا البخار يسوي الفراخ. بعد كده يا ولاد تعالوا ما نعمل بقى صينيه بطاطس كده صغيره برضو ايه نعملها جنب الاكل، يعني ايه تكون جميله كده وحنطه. وكمان انا ما عملتهاش من زمان الصراحه. قطعت كده 3 من البطاطس تقطيع، يعني ايه ما يكونش تخين قوي ولا رفيع قوي. وبعد كده قطعت بصلة كبيرة تقطيع صغير برضو على البطاطس
على فكرة يا جماعة الفراخ استوت وطلعتها والنور كان قطع تاني، واستنيت لما النور جه وبعد كده كملت ايه يعني اكل بقى. فرقت كده مكعب مرق عشان ما عنديش شوربه، وحطيت ملح وكمان كزبره ناشفه وفلفل اسود وكمون وكمان رشه بابريكا، ودعكت كل الحاجات الحلوه دي كلها كده مع بعض بايدي عشان كل حاجه تتشرب من بعضيها. بعد كده احطها على النار واحط شويه زيت كده صغننين، والنار ما تكونش عاليه قوي، يعني اديها كده تشويحتين على النار، يعني ايه ما تغيبش، يعني تشويحتين كده على السريع عشان كل حاجة تاخد من بعضيها. بعد كده كنت فرمة نص شفشق طماطم ومصفياه، وحطيت الطماطم كده على البطاطس، وبعد كده يا حلوين حطيت كوبايتين مية، يعني عايزة المية تغطي البطاطس عشان تستوي، وتاخد بعد كده غلوتين على نار عالية، وهدي بقى النار شوية واغطيها عشان تستوي. تمام. هعمل كمان صينيتين صغيرين رز معمر. الرز المعمر ده انا عملته معاكم كتير قبل كده، حطيت الرز والحليب وشوية ملح بس، وبعد كده نقعته نص ساعة ودخلته تحت الشواية الاول عشان يعمل وش. تمام. تعالوا بقى نبص على البطاطس تاني الاول. ما شاء الله اول ما تدخل على السوا كده يا جماعة او خلاص يعتبر استوت، بحط فلفل كده شرايح وقرن فلفل حامي عشان يدي نكهة، لان الفلفل ده انا مش حاباه دبلان قوي، فانا بحطه في الاخر عشان يبقى مقرمش كده شويه، وفي نفس الوقت بيدي ريحه البطاطس جميله جدا. بعد كده يا ولاد اول ما الرز بقى وشه يحمر كده، بقوم حاطه كده حوالي معلقتين سمنه بلدي وشويه زيت صغننين بس، مش هكتر، يا دوبك بس يدي لمعه للرز. تمام، يعني صغننين كده. بعد كده هاخد بقى السمنه والزيت دول هسخنهم بس على النار، يعني يا دوبك بس السمنه تفك. بعد كده طلعت بقى الرز المعمر كده على الشبكة عشان يعني هحط بقى السمنة والزيت عليه. ما شاء الله بيبقى طعمه جميل جدا. بعد كده يا جماعة هطفي بقى من فوق من الشواية، واشغل بقى الفرن من تحت يستوي بقى ويتردد. اهم حاجة بس انت بتفتحيه كده بالسكينة عشان لما تحط السمنة تنزل في الرز من جوه. ما شاء الله عليه، والله ريحته جميلة جدا، حليب وسمنة بلدي بقى وحاجة عظمة. دخلت بقى تاني كده الرز المعمر زي ما قلت لكم يا حلوين، انا طفيت من فوق وشغلت من تحت، والرز انا حطاه على الشبكه على تالت درجه من فوق. تمام. بعد كده تعالوا بقى اما نشوف الفراخ ما شاء الله عليها استوت وبقى زي الفل، الله اكبر عليها. شايفينها عامله ازاي؟ مستويه جدا. على فكره الكيس الحراري بيسوي الحاجه كويس جدا، والفراخ ما فرقعتش ولا اي حاجه عشان انا حشيها حشو يعني بسيط، يعني مش ماليه الفراخ قوي. ما شاء الله عليها، يعني فراخ شمرت يا جماعة، والله فراخ شمرت ما شاء الله، بألف هنا ليكم. بعد كده جبت معلقة صلصة وكمان معلقة صغيرة من الزيت وكمان شوية فلفل اسود صغيرين، وقلبت كل الحاجات دي كلها مع بعض، ودهنت بقى الفراخ عشان ادخلها تحت الشواية تحمر. ونسيت اقولك عشان تعرفي الفراخ استوت ازاي، انت بتطلعي الصينيه من الفرن، بتجيبي بقى الخله، بتدخلي الخله في قلب الكيس الحراري في الدبوس او الجناح بتاع الفرخه. لو الخله دخلت بسهوله يبقى ما شاء الله الفراخ استوت وبقت زي الفل، عشان في ناس ممكن الفرن يكون بتاعها بطيء يعني ما بيسويش الفراخ بسهوله. تمام. بعد كده يا ولاد دهنت بقى الفراخ كده زي ما انت شايفه ودخلتها تحت الشوايه، وعملت كمان ملوخيه. طبعا الملوخيه يا جماعه انا عملتها معاكم قريب برضو من كام فيديو كده او من فيديوهين. والله اليوم ده يا جماعه انا تعبت فيه تعب مع الحر ومع قرف الكهرباء او قطع الكهرباء، بصراحه اتهلكت اليوم ده، بس مش مشكله، كل يهون عشان خاطر ابو ميدو الراجل المحترم، يعني نشيله فوق دماغنا. وكمان يا جماعه يعني بصراحه عملت غدا لنا في الجون، وسلطه بقى ومخلل والرز المعمر بتاعنا والملح بقى والدقه بتاعتنا وحاجه كده عظمه. وتعالوا بقى كلوا معانا، ده الرز بتاعنا ما شاء الله طري وجميل وبالسمنه البلدي والحليب ابو قشطه، يعني حاجه في الجون. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا مستويه، على فكره سخنه جدا، يعني شوفوا بقى الحته بتاعت الرقبه دي يعني متزغطه تمام، حاجه عسل، حمام كده قطاوي، فراخ شمرت، حاجه 10/10. والله سخنه جدا مش قادره. الرز مستوي والفراخ مستويه وزي الفل. وده كان اخر الفيديو، اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهارده يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكره بسيطه جدا. اوعي تنسى اللايك والشير والاشتراك. مع الف الف مليون سلامه. مع السلامه حبايبي، مع السلامه.